اتعرضت للعنف وانت صغير وكنت بتتضرب دايما؟ شايف انك دلوقتي كويس وكبرت بقيت كويس؟ طب انت متأكد انك كويس؟ كنا اتكلمنا قبل كده عن الكوارث اللي بيسببها العنف ضد الأطفال وهم صغيرين وبتأثر عليهم ازاي لما بيكبروا. ولما قلنا كده الناس طلعت وقعدت تقول طب ما احنا كنا بنتضرب وكنا مش عارف ايه وكان بيحصل وبيحصل وبيحصل وطلعنا ادينا كويسين اهو. طب هو انتوا شايفين اصلا نفسكم كويسين؟ تمام، في قلة قليلة هي اللي كويسة، بس اديكوا شايفين كل الترمات اللي حوالينا، اديكوا شايفين كل المرضى اللي حوالينا. تمام، طب انا همشي ورا كلامكم. في الفيديو ده هقول لكم ليه الناس كانت بتتضرب زمان وطلعت كويسة دلوقتي وما تأثرتش، والاطفال دلوقتي ليه بيتأثروا اكتر من الاول. احنا دلوقتي هنتكلم عن مواد كيميائية في المخ. كان في تجربة اتعملت زمان كانت بتتعمل على الفئران، وهي كانوا بيحقنوا الفئران دي بمواد كيميائية بتخليهم دايما حاسين بالطمأنينة وتخليهم مش حاسين بأي خوف. الفار اللي اتحقن ده كان بيروح وسط القطط اللي المفروض بالنسبة له كائن مفترس جدا وممكن تموته بس من غير ما يحس بالخوف، لدرجة ان ده كان بيودي حياته للموت. وطبعا كل ده تحت تأثير المادة اللي اتحقنت له دي. وبيعملوا النتيجة العكسية، كانوا بيحقنوا فئران بالمواد اللي بتحسسهم دايما بالقلق والخوف، حتى لو هما محطوطين في مكانهم مكان آمن ومحطوط معاهم أكل ومفيش أي حاجة ممكن تأذيهم. فكانت بتوصل لمرحلة تحت تأثير المادة دي إن قلبها ممكن يقف من الخوف. طب ليه كل ده بيحصل؟ علشان المشاعر عبارة عن مواد كيميائية في المخ، والشعور بالأمان هو أساس الثقة بالنفس والشخصية القوية. والشعور بالأمان ده مسؤول عنه مجموعة من المواد الكيميائية، أهمهم هرمون الأوكسيتوسين. وفي دراسات كتير اتعملت بتتكلم عن التعامل السيء مع الإنسان والحيوان، والتجارب دي أثبتت إن التعامل السيء ده بيدمر ويتلف الجينات اللي بتفرز الهرمون ده. الإنسان ده هيعيش طول عمره بيعاني من الخوف والقلق المستمر، هيعيش طول عمره عنده قلة ثقة بالنفس، لأن الجين اللي بينتج المادة دي تقريبا باظ. طب هنرجع بقى للنقطة الأساسية، ليه في ناس زمان كانت بتتضرب وبتتعرض للعنف ده وهي كويسة دلوقتي وما فيهاش أي مشاكل؟ زمان كانت الناس في حواليها ناس كتير قوي بتديها المشاعر اللي هي محتاجاها. الأطفال كان في أطفال كتير قوي في سنهم بينزلوا يلعبوا معاهم في الشارع، كان في ناس كتير قوي حواليهم بيحسسوهم بالأمان والطمأنينة. فلما كان بيحصل مشكلة بينه وبين المركز الدعم اللي هو المفروض بيديله الشعور بالأمان ده، كان بيلاقي 1000 مركز غيره يديله الدعم ده. يعني هسألك كام سؤال دلوقتي، كان في زمان في الشارع بتاعك كام طفل من سنك بتنزل تلعب معاه؟ طب كنت بتلعب معاه قد إيه وقت؟ طب هل الفرصة دي متاحة لابنك دلوقتي إنه يعمل زيك وينزل يلعب؟ على ما أعتقد مفيش مقارنة أصلا. طب كان في كام عم أو خال أو قريب أو جار لو شافك في الشارع وانت خايف وبتجري من حد بيضايقك أو حاجة بتأذيك بيتدخل وبيلحقك؟ ولو شافك بتعمل حاجة غلط كان بيبقى أسرع واحد بيتدخل ويمنعك من الحاجة دي. طب برضو هل ده متاح قدام ابنك؟ طب لو وانت صغير كنت بتلعب في الشارع ورحت مكان بعيد قوي عن بيتك وحاسس انك جعان ومحتاج تشرب محتاج تدخل حمام، كنت بتلاقي كام بيت حواليك يعرفك ومفتوح لك وفي حد جواه يقدر يساعدك ويديك الاهتمام ده. وما اعتقدش ان ده دلوقتي متاح لابنك، لان دلوقتي حتى الجيران مش بيصبحوا على بعض. فالبيئة دي بتخلي جسمك يفرز هرمونات معينة بتحفز الجين اللي احنا قلنا بينتج هرمونات الشعور بالأمان، والموضوع ده كان بيدي لابنك 90% من احتياجه تقريبا. فلما طفل في الوقت ده أبوه وأمه يعنفوه أو يتعصبوا عليه فينزل للمستوى مثلا 70% من احتياجه، فده كان بيبقى عادي، عشان كده ما كانش بيتأثر قوي. إنما بقى طفل ما بيخرجش من بيته غير على المدرسة، ما بيعملش حاجة غير إن هو قاعد ماسك التليفون، فمصدر شعور بالأمان بالنسبة له أو مصدر تلبية احتياجاته كله هو أبوه وأمه. فلو مصدر الأمان الوحيد ده هو اللي عنفه، فدي بتعمل له صدمة كبيرة قوي في حياته، فبيطلع عنده نقص في جرعات الأمان اللي هو محتاجها، ودي بتسبب له طول حياته بعد كده أزمات اللي احنا بنشوفها في الأطفال. ومش هتقف عنده هو لوحده، ده هتأثر عليه هو وأولاده، لأن هو برضه هيتعامل كده مع أولاده. طبعا في جزء بيعرف إن هو يفصل بقى ويلحق نفسه، بيعرف إن هو يتعالج، لا في جزء تاني بيطلع مدمر نفسيا لدرجة إن هو بيطلع كل اللي اتعمل فيه مع أطفاله. وكنا اتكلمنا عن ده في حلقة قبل كده عن آثار العنف الأسري اللي بيحصل لما بنعنف أولادنا، فلو ما شفتهاش أنصحكم تشوفوها. فبلاش يا جماعة، بلاش نتعامل بالعنف مع الأطفال، بلاش ندمر أطفالنا وحياتهم من قبل ما تبدأ. مش قد المسؤولية ما تخلفش، مش قد تربية ما تخلفش. أطفالنا ملهمش ذنب
انكم اهاليهم. الاطفال دي ما جوش الدنيا دي بارادتهم، انت اللي رحت اتجوزت او انت اللي رحت اتجوزتي وانت مش قد المسؤوليه دي، مش قادر تربي ابنك تربيه مظبوطه، بلاش تخلف احسن، بلاش تظلموا اطفالكم معاكم. يا جماعه احنا بنشوف كم اطفال نفسيتها متدمره وتعبانه، كم اطفال بتحاول ان هي تنتحر، كم اطفال بتوصل لمراحل غير طبيعيه انتوا مش تقدروا تتخيلوها. فلو سمحتوا بلاش نعمل كده في الاطفال، بلاش نعنف الاطفال علشان حاجه هم اصلا دورهم دلوقتي ان هم يعملوها. اطفالنا دورها دلوقتي ان هي تكتشف، ان هي تشوف الحياه حواليها عامله ازاي، ان هي تلعب، ان هي تكسر في الحاجه برضو. فما ينفعش ان انا امسك طفل ارنه علقه اخلي جسمه كله يعلم علشان ابني كسر حاجه. ما هو بيستكشف، هو طفل صغير بيحاول يشوف ايه الحاجات دي، بيحاول يشوف ايه اللي حواليه. فنحاول نربي اطفالنا بطريقه صح، نحاول نخلي الطاقه الزايده اللي عندهم دي نوظفها في مكان مناسب، ان هم مثلا يلعبوا رياضه او ان هم يكتشفوا هواياتهم ويعملوا حاجه مفيده. واتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم، واستنونا في اللي جاي. سلام.